ليه الجيش الأمريكي قضى على الحيوان ده؟ تخيل حيوان كان عدده 60 مليون في أمريكا وصل ل1000 بس في أقل من 100 سنة. الحيوان ده كان الجاموس الأمريكي أو البايسون، والجيش الأمريكي هو اللي قضى عليه عن قصد مش بالغلط. القصة بدأت في القرن ال19 لما الحكومة الأمريكية كانت عايزة تطرد الهنود الحمر من أرضهم. الهنود الحمر كانوا معتمدين على الجاموس في كل حاجة، الأكل والشرب واللبس. فالخطة المعروفة لو عايز تقضي على شعب جوعوا. وفعلا الجيش الامريكي شجع الصيادين عشان يقتلوا الحيوان ده، حتى انهم عملوا سياحه ترفيهيه عشان يصطادوا الجاموس ده من القطارات، وكانوا بياخدوا الجلد بس لزياده الطلب عليه في اوروبا ويسيبوا اللحم يتعفن. الجنرال فيليب شيريدان قال بالحرف ان قتل الجاموس اهم بكتير من كسب اي معركه. سنه 1889 كان باقي منهم حوالي 1000 جاموس بس من 60 مليون. الكارثه دي من اكبر جرائم الاباده البيئيه في التاريخ. لحسن الحظ جماعه حمايه البيئه انقذت اللي فضل، دلوقتي عددهم وصل ل500,000. لكن الجريمة اللي حصلت دي فضلت وصمة عار في التاريخ الأمريكي.